السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. خبر صار لحكيم زياش سيسهل عليه الرسمية مع غالاتاساراي وموعد أول ظهور له مع الفريق. نوفل العواملة يفجر معطيات حصرية حول ملف لامين جمال ويؤكد أنه لم يختار إسبانيا. وتألق لافت بالثنائية للاعب المغربي أيوب الكعبي مع ناديه الجديد أولمبياكوس. نخليكم دابا مع التفاصيل، ولكن قبل ذلك نتمنى أنكم تضغطوا على جيم واشتراك تحت الفيديو باش توصلوا ديما بالجديد. بالنسبة للمعطيات الجديدة والمفاجئة اللي أدلى بها الصحفي المغربي نوفل العواملة بخصوص موضوع لامين جمال، فنوفل العواملة أكد في هذا الفيديو في قناته الرسمية أنه لامين جمال ما عطاش نهائيا الموافقة أو الضوء الأخضر للاتحاد الإسباني. أكد أنه بالفعل الاتحاد الإسباني جالس اللاعب ومشاو حتى للدار ديالو، وكذلك أكد أنه المغرب جالس اللاعب جوج مرات ماشي مرة واحدة، مرة غير مؤخرا ومرة اللي هي ديك الصورة المنتشرة اللي كانت في الودية اللي لعبها المنتخب المغربي في إسبانيا. فنخليكم دابا مع التصريح ديال نوفل العواملة بخصوص هذه المستجدات اللي كتصب في صالح اختيار لامين جمال للمنتخب المغربي، خصوصا من حيث الضغط ديال الوالد ديالو. الجامعة الملكية المغربية جلست اللاعب مرتين، المرة الثانية كانت قبل مدة قصيرة جدا، والاتحاد الإسباني لكرة القدم أيضا هو الآخر جالسه وذهب إلى منزله وتحدث معه مع والده مع والدته بحضور ابن عمه وليس بحضور خورخي مينديز وكيل اللاعب. لم يكن حاضرا في اللقاء الذي كان فيه منسقي الفئات الدنيا في إسبانيا فرانسيس هرنانديز وفيسنتي بلانكو. أنا لم أسجل هذا الفيديو إلا بعد الحصول على مجموعة من المعلومات التي لم يتم تداولها حتى في الصحافة الإسبانية. يمين لمال أو والده أو حتى ابن عمه لم يعطوا أي كلمة أو أي وعد أو أي تعهد للوفد الإسباني الذي زار اللاعب وجالسه نهائيا. اليوم هذا المقترح الإسباني تم تقديمه، ولكن كان هناك مقترح مغربي كما قلنا لكم. المجالسة كانت مرتين، المرة الثانية كانت قبل مدة قصيرة، ليس لدي التاريخ بالتحديد، ولكن يعني حضر فيها المسؤول عن التنقيب في إسبانيا وحضر فيها مسؤولين عن الجامعة والمنتخب الوطني كما قيل لي، وتم الحديث مع اللاعب وهو بدوره أيضا لم يعطي وعد ولم يعطي أي شيء، ولكن هناك حماس من والده من أجل أن ينضم للمنتخب الوطني، وهناك رغبة من والدته بالحفاظ على مساره وأن يكون لاعب بجنسية أوروبية بجنسية إسبانية مع المنتخب الإسباني وما سيقدمه المنتخب من فرص. الكلام اللي قال نوفل العواملة ما كاين لا في الصحافة الإسبانية ولا في الصحافة المغربية معلومات جديدة هو اللي تصدر بها، وقال أنه المصدر اللي قال لي هذا الهضرة هذه مصدر اللي موثوق، وكنعرفوا نوفل العواملة من الصحفيين الكبار في المغرب، وماشي أول مرة كيجيب معطيات حصرية وكتخرج حقيقية. ديما وقت ما كيجيب شي أخبار كتكون بكل صراحة صحيحة 100%. فالهضرة ديالو كتأكد أن لامين جمال لحد الآن ما اختار لا إسبانيا ولا المغرب، وهذا الشيء اللي قلت لكم في الفيديو ديالو امس ان اللاعب عنده فقط 16 سنه، ومن غير الجيد ليه انه في هذه الفتره هذه فتره التالق ديالو يختار هذا القرار، يتخذ هذا القرار الصعب انه يمثل اسبانيا ولا المغرب، لانه سواء مثل اسبانيا او مثل المغرب هذا الشيء غادي يرجع عليه بانتقادات سواء من الجماهير المغربيه ولا الجماهير الاسبانيه في الوقت اللي هو خصو التركيز على المشوار ديالو مع نادي برشلونه. فالقرار ديالو غادي يزيد يتاجل اكثر. بالنسبة لبعض المستجدات اللي كتعلق باللاعب المغربي حكيم زياش وفريقه الجديد غالاتاساراي التركي، خبر صار كيتعلق بأن الطريق من أجل أن حكيم زياش ياخذ الرسمية ولات سهلة، وكذلك موعد أول ظهور للمايسترو المغربي مع ناديه الجديد. نبداو بالشق اللي كيتعلق بالأخبار السارة، واللي هي أن الرسمية ديال حكيم زياش مع نادي غالاتاساراي التركي أصبح أمرها سهل شيئا ما، نظرا لأن أحد المنافسين وأبرز المنافسين ديال زياش داخل غالاتاساراي التركي على مركز الجناح الأيمن سيغادر الفريق. ففابريزيو رومانو أكد هذه المعلومة وقال أن الجناح يونس أكغون لاعب غالاتاساراي التركي في طريقه للخضوع للفحص الطبي مع ناديه الجديد ليستر سيتي. غادي يمشي ليستر سيتي كإعارة مع إجبارية شراء ب10 ملايين يورو. حتى تفاصيل ما كتهمناش، عموما أنه أحد منافسي حكيم زياش على مركز الجناح الأيمن داخل نادي تشيلسي سيغادر، وبالتالي حظوظ حكيم زياش باش ينقض على الرسمية أصبحت كبيرة. وبالخروج أو بالمغادرة ديال يونس أكغون زياش غادي ينافس فقط لاعب واحد اللي هو تيتي على رسمية كجناح أيمن داخل غالاتاساراي التركي. في انتظار إن شاء الله نشوفوا حكيم زياش أولا تيخوض بعض المباريات مع ناديه الجديد في هذا الصدد،
تقارير كتشير إلى أن حكيم زياش اقترب من خوض أول دقائقه مع نادي غالاتاساراي التركي، وذلك في المباراة القادمة في الدوري التركي. زياش غير مرشح للمشاركة في مباراة الإياب ضمن الدور الفاصل المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ولكن المباراة اللي من وراها اللي تتعلق بمباريات الدوري التركي غادي يكون حكيم زياش جاهز لخوض المباراة، مع العلم أنه بطبيعة الحال ما غاديش نشوفوه رسمي في أول لقاء، إنما غادي يزج به المدرب في الشوط الثاني، وهذه عادة كيديروها جميع المدربين مع اللاعبين الجدد. بالنسبة لتوقيت أول مباراة ممكن نشوفوا فيها حكيم زياش فغتكون إن شاء الله في الثاني من شهر شتنبر القادم ضد نادي غازي عنتاب، فاش غادي يواجه غالاتاساراي خارج القواعد ديالو هذا النادي هذا في المباراة اللي كتندرج ضمن مباريات الدوري التركي. المباراة تكون على الساعة 7:45، وبالإشارة فالمباريات ديال الدوري التركي كتنقل على قنوات بين سبورت باللغة الفرنسية. ونختموا بالتألق والبداية القوية ديال المهاجم المغربي أيوب الكعبي مع ناديه الجديد أولمبياكوس اليوناني في الدوري اليوناني. فأيوب الكعبي تألق في المباراة ديال يوم أمس لحساب الدور الفاصل المؤهل إلى دور مجموعات الأوروبا ليج. أيوب الكعبي ساهم بفوز فريقه بثلاثية أمام فريق كوكاريكي الصربي. الكعبي سجل هدفين في هذه المباراة، هذه هدفين من أصل 3 أهداف. الهدف الأول سجله أيوب الكعبي في الدقيقة الثالثة من بعد ما الكرة تصدى لها الحارس بشكل خاطئ، ترجمها أيوب الكعبي إلى هدف. بالنسبة للهدف الثاني جاء من رأسية جميلة جدا تسلمها من المهاجم فورتونيس في حدود الدقيقة 40. المباراة انتهت ب3 أهداف ل1 في انتظار مباراة العودة لتأكيد التأهل إن شاء الله، التأهل إلى اليوروبا ليج إن شاء الله. ولما لا نشوف أيوب الكعبي كيخوض لأول مرة في مسيرته الكروية مسابقة أوروبية بهذا الحجم هذا. أيوب الكعبي سرعان ما تأقلم مع ناديه الجديد، وكنعرفوا أن أيوب الكعبي من اللاعبين اللي سريعي التأقلم فين ما مشى كيدير بلاصتو. دابا واخا مشى الدوري اليوناني اللي صعب بعض الشيء، وفي مسابقة تصفيات اللي صعيبة تاع اليوروبا ليج وسجل ثنائية. وكمعلومة إضافية فهو دابا خدا الرسمية للمواطن ديالو يوسف العربي، لأنه في الدقيقة 70 تقريبا خرج أيوب الكعبي ودخل بلاصتو يوسف العربي، الرسمية مشات ليوسف العربي وتعطات لأيوب الكعبي. اللاعب أيوب الكعبي وبعد انتهاء المباراة خرج بتغريدة أو تدوينة في حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي شكر فيها الجماهير ديال أولمبياكوس على حسن الاستقبال والتشجيع، وجاء في التغريدة ديالو ما يلي: شكرا للجمهور الكبير الذي دعمنا في فوزنا الكبير، وسعيد أيضا بحصولي على هدفين غاليين ساعدا بالفعل بفوز فريق أولمبياكوس. أيضا ليس هناك أي شيء يعني تأهلنا، لكن علينا أن نلعب لقاءنا القادم بجرأة لانتزاع التأهل، وآمل أن نحصل على هذا المسعى لدخولنا إلى دوري المجموعات. وبالتعلق ديال أيوب الكعبي ممكن نقولوا أن أبرز المهاجمين ديال المنتخب المغربي وأبرز النجوم ديالو كيعيشوا حاليا فترة تألق مع الأندية ديالهم مع بداية الموسم الجديد. هادشي اللي كان في هذا الفيديو، اتمنى تشاركونا بالآراء ديالكم في التعليقات، ما تنساوش تخليو لنا واحد لايك، اشتراك في القناة. السلام عليكم.